ريال مدريد بكتلة دفاعية منخفضة برسم تكتيكي 4-3-3 لتتحول إلى 4-1-3-2 وأيضا إلى 3-2-2-2 بتقدم هويسن لرقابة فيرمين بلوك با 4-1-3-2 et 3-2-2-2. ومع رجوع الكرة للخلف يتقدم أردا غولر ليصبح مهاجم ثالث تتحول الكتلة من منخفضة إلى ضغط عالي مع رقابة رجل لرجل بريسينغ أو avec un marquage man to man، مما يجبر دفاع برشلونة على البحث على كرات طويلة أمامية نحو توريس، لكن جودة توريس كلاعب محطة لا تنجح دون الإنقاص من جودة ميليتاو في الصراعات الثنائية. زد على ذلك عمل كثافة عددية للفوز بالكرة الثانية une densité numérique pour gagner le deuxième ballon، واللعب مباشرة نحو المرمى بتمريرات تقدمية أمامية والبحث عن سرعة لاعبي ريال مدريد. نفس أفكار فليك، تحميل زائد في جهة وعزل يامال لخلق حالة 1 ضد 1، overload to isolate surcharge سير كوتي. لكن هذه الجملة التكتيكية تحتاج جودة لاعب وسط دفاعي مثل إنيغو مارتينيز. نرى تحرك جيد من فيرمين، تمويه لخلق المساحة ليامال، لقطة هدف محقق لو مررت الكرة بشكل صحيح لتواجد المساحة الكافية وخلق تفوق نوعي يامال ضد كاريراس. ريال مدريد في مرحلة البناء، مسار التمرير كان واضحا، اللعب مع أحد الأظهرة، هنا الظهير هو فولفيردي، لسحب بالدي عاليا واللعب خلفه وسحب كل كتلة برشلونة الدفاعية. نفس لقطة الهدف، البحث عن كامافينغا ليدخل للعمق ويحول اللعب سويتش اوف بلاي شونجمون دو كوتي اوبوزي، مع تواجد زيادة عددية، تفوق عددي وتفوق نوعي بتواجد فيني ومبابي، سوبريوريتي نيميريك، سوبريوريتي كاليتاتيف، لكن أنانية فيني ضيعت فرصة هدف. كان هناك حل في العمق بتواجد بيلينغهام أو 1-2-1-2 مع مبابي لتضيع فرصة هدف محققة للتسجيل سببها فينيسيوس. الهدف الأول لريال مدريد جاء من هجمة منظمة، تبادل المراكز بين فينيسيوس وأردا غولر مع تحويل اللعب للجهة العكسية عن طريق كاريراس. نرى وضعية ميليتاو، هنا أيضا نرى تعليمة من ألونزو وهي اللعب مع الجناح بدلا من لعب الكرة مع فولفيردي، يلعب الكرة مع كامافينغا لخلق مساحة بين اللاعبين اللي هما وسط دفاع برشلونة إيريك غارسيا والظهير الأيسر بالدي، للبحث عن تمريرة في الانترفال بين اللاعبين. وضعية مبابي دائما في الزاوية العمياء للمدافع خارج نطاق رؤية كوبارسي، تعامل جيد من كرة بين بيلينغهام، تمويه بالتمرير كامافينغا، دوران بالكرة، طلب للكرة في توقيت مثالي، تايمينغ دابيل لاباس تاني، التايمينغ تاع لاباس كان اكسيلون. جودة مبابي في الإنهاء، نسبة عالية أنه يسجل 1 ضد 1 ضد الحارس. هدف التعادل من برشلونة، يمين يامال سحب كاريراس لخلق مساحة خلفه ليستغلها كوندي، لكن بعد فيرمين عن تثبيت هويسن حال دون ذلك، تركه يقرأ مسار الكرة بكل سهولة. نرى بعد فيرمين عند هويسن في هذه اللقطة لتتحول الكرة لريال مدريد. ريال مدريد في مرحلة البناء دائما بالزيادة العددية، هنا نرى لاعبين حرين لهما فالفيردي وأردا غولر في العمق، التمرير دائما ما يكون لفالفيردي لسحب بالدي ومن ثم الخروج من العمق. بطء في اتخاذ القرار من غولر رغم توفر المساحة والوقت الكافي للخروج بالكرة أو
التمرير مع ضغط عالي وشرس فور استرجاع الكرة من برشلونة. التحول للهجوم مع صعود الأظهرة لأنك استرجعت الكرة في مناطق متقدمة. الهدف الثاني لريال مدريد بعد ضربة حرة مباشرة، كرة ثابتة، تمويه من لاعبي مدريد بأن الكرة ستلعب في العمق، ولكنها كانت موجهة لفيني لعمل ثغرة في دفاع برشلونة. انطلاقة من فيني وعمل توزيعة للقائم الثاني. أين هناك زيادة عددية سوبريوتي لميليك. دو يونغ هو من كان في رقابة بيلينغهام. اندفاعه للقائم الأول هو من جعله يترك بيلينغهام حرا في القائم البعيد ليسجل الهدف الثاني لريال مدريد. سبب من أسباب إخراج ألونزو لفينيسيوس هو عدم قيامه بأدواره الدفاعية. هنا نرى تقدم دويونغ بالكرة واختراقه لكتلة ريال مدريد الدفاعية. هنا كان على فينيسيوس غلق مسار التمرير على دويونغ، بينما هو اكتفى بمشاهدة دويونغ يخترق لكتلة ريال مدريد. مع تراجع بيلينغهام لتغطية هذه المساحة، تشاوميني كان مكلفا برقابة بيدري ليصبح دفاعك مكشوف. نرى تقدم تشاوميني وتقدم كامافينغا. هنا عدم عودة فينيسيوس لعمل التغطية على كوندي. تقدم يامال بالكرة لولا عودة بيلينغهام لعمل زيادة عددية دفاعية واسترجاع الكرة.